ثالثا اختيار الممثلين، وتعالى لي بقى هنا عشان ده قصة تانية. بره بيتم اختيار الممثلين اللي يشبهوا الشخصية الحقيقية في الشكل والحركات والصوت. يعني من كام يوم اتعلن عن فيلم بيتكلم عن مايكل جاكسون. جابوا مين؟ جابوا تقريبا ابن اخته. ابن اخته ده مش هيمثل الفيلم عشان هو ابن اخته، هيمثل، هياخد كورسات وهياخد ورش تمثيليه وهياخد. في مصر بقى انت بتلاقي ممثلين مش مناسبين للدور، لا شكلا ولا تأثيريا، ولا بيعرفوا يمثلوا وبياخدوا الدور، وده بيأثر على مصداقية العمل. كمان تدريب الممثلين بره بيكون مكثف جدا زي ما قلنا عشان يقدروا يجسدوا الشخصية بدقة. عندنا الموضوع أحيانا بيتعمل بشكل متكروت. رابعا ضعف الإنتاج. إنتاج أعمال السيرة الذاتية بيحتاج ميزانية كبيرة جدا عشان يتم تقديم العمل بجودة عالية، من اختيار مواقع تصوير لتصميم ملابس لمؤثرات بصرية، بالذات حتى لو انت بتتكلم عنه ده في شخص في حقبة زمنية قديمة، فده بيتكلف ان انت هترجع. عايزة أقوله إن عشان أطلّع الشخصية بالشكل ده، أنا صرفت على اللي أنا خدته الدبل.